دراسة جدوى مشروع الفراخ البياض لعدد 1000 فرخة بياض من عمر 100 يوم. دراسة جدوى واقعية من قلب المزرعة، فيها جميع التفاصيل، فيها جميع الحقائق، ملهاش علاقة خالص بأي دراسة جدوى انت شفتها قبل كده، لأن دراسة الجدوى بتاعتنا واقعية وتقدر تعتمد عليها في مشروع الفراخ البياض. لو انت عايز تعمل مشروع الفراخ البياض لعدد 1000 أو 500 أو 200 أو عدد بسيط زي 100، تقدر تعتمد على الفيديو ده قبل ما تطبق مشروع الفراخ البياض عندك. يلا بينا نبدأ، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة هتحتاجها عشان تبدأ في مشروع الفراخ البياض العنبر اللي انت هتربي فيه أو المكان اللي انت هتربي فيه. احنا هنحسب متوسط المكان اللي احنا هنربي فيه إيجار شهري 2000 جنيه. انت لو عندك المكان موجود يبقى خير وبركة، ما عندكش المكان يبقى انت اعمل حسابك متوسط إيجار المكان اللي انت هتربي فيه المكان إيجار شهري 2000 جنيه، قابل للزيادة وقابل للنقصان على حسب المكان اللي انت هتأجر فيه. نيجي بقى لمصاريف الكهرباء في الشهر. هنقول متوسط مصاريف الكهرباء في الشهر 1000 جنيه، يبقى انت كده عندك 3000 جنيه، منهم 2000 جنيه إيجار المكان و1000 جنيه كهرباء، ممكن يكونوا قابلين للزيادة وممكن يكونوا قابلين للنقصان. نيجي بقى لسعر الفراخ اللي احنا هنشتريها عمر 100 يوم، وركز وانت بتشتري الفراخ بتاعتك وتجيبها من مصدر موثوق، لان بيكون في تلاعب في الاعمار. يعني انت مثلا ممكن تروح تشتري عمر 100 يوم وهي اصلا عمر 70 يوم، يبقى انت كده انضحك عليك والفرخة هتغيب عندك عشان تبدأ تشتغل وتبشر بالبيض. يبقى انت لازم توزن فراخك، ولازم تجيب الفراخ من مكان او مصدر موثوق منه، ما ترميش فلوسك على الارض. متوسط سعر الفرخة الإيزة أو اللهم من عمر 100 يوم النهاردة عامل 280 جنيه. ممكن انت لما تيجي تشتري تكون رفعت شوية وممكن تكون نزلت شوية. لو انت هتشتري عدد 500 برضو كمل الفيديو معانا وتبقى نقص التكلفة اللي احنا بنحسبها دي. سعر الفرخة قلنا عامل 280 جنيه، يبقى انت هتجيب 1000 فرخة في 280 هيعملوا 280 ألف جنيه. الفراخ دي انت لما تجيبها هيقولك دي متحصنة واخدة جميع التحصينات. انا ماليش دعوة بالكلام ده كله، انا بتعامل مع الفراخ اللي عندي، اول ما تجيني هحصن الفراخ اللي عندي. احنا هنعمل تكلفة اول شهر ادوية وتحصينات 5000 جنيه، رغم انها متحصنة بس احنا هناخد احتياطاتنا ونحصن الفراخ تاني، وهتحتاج ادوية وفيتامينات هنقول 5000 جنيه. طبعا الفراخ دي هتحتاج تاكل لحد ما تبشر بالبيض، هيبقى قدامها شهر وتبدأ تنتج معانا بيض بشكل طبيعي. فالفرخة بتاكل 80 جرام في اليوم، يبقى احنا كده هنأكل ال1000 فرخة 80 كيلو يوميا. هتحسب ال80 كيلو يوميا في 16 جنيه سعر كيلو العلف التحضيري، يبقى 1300 جنيه في اليوم علف. هتحسب بقى 1300 جنيه يوميا في عدد 30 يوم لحد الفراخ ما تبدأ تشتغل معاك بشكل طبيعي، يبقى انت كده هتصرف في الشهر ده 39 ألف جنيه. هتزود على 39 ألف جنيه الإيجار بتاع المكان 2000 جنيه اللي احنا قلنا عليهم، والكهرباء 1000 جنيه، وسعر الفراخ 280 ألف. هتجمع بقى كل المصاريف وكل التكلفة اللي انت صرفتها لحد الفراخ ما تبدأ تشتغل معانا بشكل طبيعي، هتلاقي ان انت صرفت 327 ألف جنيه لحد الفراخ ما تبدأ تشتغل معاك بالبيض. دي مرحلة الإنتاج، دي مرحلة تانية خالص والحسابات بتختلف فيها. ويلا بينا ندخل على المرحلة بتاعة الإنتاج. طيب الفراخ هتبدأ تشتغل معانا وتنتج معانا بيض بشكل طبيعي. في ناس بتعمل دراسة جدوى بتقول ان نسبة الانتاج بتكون 80% و85% و90% وكلام وهم كده. بصوا يا جماعة، احنا هنحسب على نسبة انتاج 70%، لان ديت طبيعية. 70% عند الفراخ دي طبيعية، ممكن تعلى معاك ل75 وممكن تعلى ل80، بس في فترة بيبقى فيه امراض وبيبقى فيه مشاكل فالانتاج بينخفض. فاحنا خلينا على نسبة 70% طول الفترة اللي احنا شغالين فيها، عشان برضو ما نبقاش احنا بندي توقعات عالية خالص. لو ربنا كرم والانتاج وصل ل80 او 85% يبقى كويس. ثبت معانا على 70% يبقى احنا كده شغالين صح وما كناش متوقعين اعلى من في كده. مرحلة الانتاج كل فرخة بتحتاج 100 جرام في اليوم، فالألف فرخة كده هيحتاجوا 100 كيلو يوميا. 100 كيلو يوميا في 16 جنيه سعر كيلو العلف، هيبقى معانا 1600 جنيه علف يوميا، زائد أدوية 100 جنيه، يبقى 1700 جنيه تكلفة يومية. طيب الفراخ دي هتجيب لنا نسبة إنتاج 70%، يعني 700 بيضة. سعر البيضة النهاردة جملة عامل 5 جنيه، هي بتتباع في المحلات 6 جنيه، بس انت هتطلعها من المزرعة بتاعتك ب5 جنيه. هتحسب 700 بيضة يوميا في 5 جنيه، هيطلع معاك الناتج
3500 جنيه. هيبقى كده صافي الربح اليومي بتاعك 1800 جنيه بعد ما تطلع الاستهلاكات بتاعة العلف والأدوية. قلنا صافي الربح اليومي 1800 جنيه. لو جينا حسبنا ال 1800 جنيه الربح اليومي في عدد الأيام 30 يوم، يبقى هيطلع لنا صافي الربح الشهري 54,000 جنيه. ال54,000 جنيه دول لسه برضو هنطرح منهم ال2000 جنيه الإيجار وال1000 جنيه الكهرباء. ولو انت برضو هتجيب عامل يشتغل او هتطلع لنفسك المصاريف اللي انت هتشتغل بيها في المكان بتاعك، هنقول 6000 جنيه للعامل زائد 1000 جنيه. ال1000 جنيه دي هتكون نسريات، عبارة بقى عن طبق بيض او لمبة اتغيرت او في مشكلة او في اي حاجة انت عملتها. يبقى كده صافي الربح بتاعك 44,000 جنيه شهريا. طيب الفراخ هتشتغل معانا قد ايه؟ هتدينا انتاج بيض قد ايه؟ هتفضل شغالة معانا لمدة قد ايه؟ احنا هنقول الفراخ دي بتبدأ شغالة وتدينا نسبة انتاج 70% لمدة سنة ونص. طيب بعد السنة ونص بتبدأ تنتج معانا برضو، بس الانتاج بيبدأ ينزل يقل يوصل ل60% او 50%، وبعد كده بينزل ل40%، لان الفراخ ديت بتشتغل سنة ونص. اكتر من كده الانتاج بتاعها بيقل، واكتر من كده تربيتها عندك بتخسر. فانت هتتخلص من الفراخ اللي عندك بعد سنة ونص من الشغل. يبقى صافي الربح بتاعنا الشهري 44,000 جنيه صافي بعد ما نطلع بقى جميع المصاريف اللي احنا صرفناها طول الشهر، منها الإيجار ومنها مصاريف العامل والأدوية وطباع البيت. هتحسب ال44,000 في الشهر في 18 شهر اللي هم السنة ونص إنتاج، هيديك 792,000. هتطرح من ال792,000 دول 327,000 اللي احنا صرفناهم في الأول، اللي هم تمن الفراخ وتمن العلف اللي احنا صرفناه عليهم في الأول. هيطلع معانا 465,000 جنيه صافي الربح. يبقى انت كسبت كده من مشروع 1000 فرخة بياض في سنة ونص 465,000 جنيه. بس برضو لسه ليك صافي ربح تاني هتكسبه، هقولك عليه دلوقتي. خلاص كده وصلت لمرحلة ان الفراخ عندك خلصت بيض، وانت هتبيع القطيع اللي عندك وهتدخل قطيع جديد. الفراخ اللي عندك دي لما تيجي تبيعها مش هينفع تتباع على انها فراخ بياضة، هتتباع على انها فراخ لحم، وسعر اللحم بتاعها بيكون رخيص جدا. طيب انت هيبقى عندك كام فرخة من ال1000 فرخة اللي كانوا شغالين؟ لان احنا عارفين طبيعي ان بيكون في نافق، فاحنا هنقول باقي عندنا حوالي 950 فرخة. الفرخة من ديت متوسط الوزن بتاعها بيكون كيلو ونص. لو جيت حسبت 950 فرخة في كيلو ونص هيطلعوا معاك 1400 كيلو لحم. 1400 كيلو لحم في 60 جنيه سعر كيلو اللحم النهاردة، هيطلع معاك الناتج 85,000 جنيه. يبقى انت كده هتزود على الربح بتاعك 85,000 جنيه سعر الفراخ اللي انت بعتها بعد ما خلصت انتاج البيض. هتزود ال465,000 اللي كان صافي الربح من انتاج البيض على ال85,000 جنيه، هيطلع لك بقى ده صافي الربح بتاعك من مشروع 1000 فرخة بياضة في سنة ونص. دراسة الجدوى يا جماعة واقعية من قلب المزرعة بتاعتنا. طبعا المشروع ممكن يفرق معاك لما سعر البيض بيعلى اكتر من كده، وممكن برضو يفرق معاك لو سعر البيض نزل عن كده. وطبعا عارفين سعر الاعلاف كمان بيأثر على اسعار البيض. فدراسة الجدوى اللي احنا قلناها النهاردة ديت على الاسعار بتاعة النهاردة والاسعار بتاعة الايام دي. لو اول مرة بتتابعنا او اول مرة تشوف فيديوهات لينا، فياريت تعمل متابعة لينا، وياريت تعمل اشتراك في القناة بتاعتنا على اليوتيوب، ومتابعة لصفحة الفيسبوك. كمان عايز اعرفك ان انا رقم الواتساب بتاعي بسيبه على قناة اليوتيوب، وكمان سايب اللينك بتاعه على صفحة الفيسبوك عشان اي حد يقدر يتواصل معايا ويعمل معايا متابعة. طبعا المتابعة مجانية للأعداد البسيطة، لكن الأعداد الكبيرة بتحتاج متابعة بشكل يومي، فدي بتكون بمقابل بسيط مش كبير. لو محتاج اي حاجة سيب كومنت وانا هرد عليك. ولو عايز تتواصل معايا في اي حاجة بخصوص مشروع الفراخ البياض او مشروع فراخ تسمين او فراخ ساسو او الفراخ البلدي او اي حاجة تخص الانتاج الداجيني، تقدر تتواصل معايا على الواتس في اي وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وان شاء الله